دي ايه يا شيماء؟ ده إسدال يا أم شاذة، كل سنة وأنت طيبة بقى. ده إسدال عشان رمضان، عشان صلاة التراويح. يعني انت دي للعيد؟ لا، ده رمضان، ده غير العيد خالص. يا سلام. والله. يعني انت هتجيبي للعيد ولرمضان؟ امال ايه؟ ما هي هو دي رمضان موضة. بيجيبوا له جديد؟ ما هي دي موضة جديدة طالعة، في عباية رمضان الوقت، وفي إسدال رمضان عشان التراويح، وعباية عشان يلبسوها وهم خارجين بيها اسمها عباية رمضان. شيماء انت كده بتفتحي عليا فتوحه يا شيماء، عيب كده، واحترمي نفسك يا شيماء وما تجيبيش الحاجات دي. طب انا اعمل ايه؟ البنات يعني كلها انت تخليكي كده، بس انا في هدوم اعمل العيد. ايه؟ لا انت تخليكي في هدوم العيد لا انت بس. تعملي لنفسك كده، اعملي حسابك لا. ليكي ميزانية لوحدها غير رمضان، ودي غير بتاعة العيد. ابدا. لا اذا كان انا بقول لجوزي نجيب هدوم العيد قال انا اطلقك اوفر لي. لا يا تجيبي لي هدوم عشان العيال يشبطهم؟ لا لازم تعملي حسابك في كده. مش هعمل حساب حاجه. لا والله دي موضة، البنات كلها بتجيب كده دلوقتي. بنات يصلوا البنات في البيت، كلها بتجيب كده. يصلوا في البيت. لا 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 لا، الا صلاة يصلي في التراويح البيت في الإسدال الجامع، بتاعه. الصلاة في التراويح. صلاة الست في البيت. شيماء ما تعمليش كده وتخلينا نخسر بعض. ايوه علشان البنات هتبص لبعضها. شايفه انا لابسه ايه؟ شايفه لابسه ايه؟ اه شراب فرده وفرده. انت زي الفل. لو لابسه ايه لابسه شراب مش فردة مشكله، وفردة. المهم احنا ما نلبسش لكن هم يلبسوا. لا والله. والله هجيب لي العيد والرمضان. لا انت مش لازم حاسة. تعملي حسابك. أيوة على صح. كده. ايوه صح، ما انت مش حاسه بالغلا اللي احنا وفي فيه. عباية رمضان كمان. عباية؟ ما هو الاسدال ده للصلاة. لا في عباية رمضان بقى، عباية مفتوحة كده بيلبسوها تحت اللطقم بتاعته، فوق اللطقم بتاعته. وهم رايحين فين؟ رايحين الدروس، رايحين مشوار، رايحين يعني هيطوبوا في رمضان؟ نازلين يجيبوا حاجة. ايوه صح بقى. بصي احنا كده شكلنا هنخسر بعض. انت ما تعملش ايه الاسدال ده، يعني ما جبتوش ليه تعيد فيه؟ لازم تروقي على العيال. الاسدال ده ما يتلبسش الا في العيد. لا وما اقولكيش بقى على الاسعار. الاسعار كمان؟ يعني انا نزلت اتصدمت من الاسعار وجيت عشان تكوني عارفه يعني. اسعار فوق الخيال. واجيب لي رمضان واجيب لي العيد؟ لا والله هتجيبي رمضان وهتجيبي لي العيد. دلوقتي احنا كنا بنعمل حسابنا الاول في مش رمضان. والفراخ والبط والحاجات اللي بنربيها والحاجات دي. لا جبتش يميش رمضان لكن جبت اسدال رمضان. لا والله انا بقى لا جايبه الاسدال ولا جايبه اليميش. ايه رايك بقى؟ لا لا لا، ما تزعلهمش يا ام شاذة. لا الا عيالنا، الا عيالنا يا ام شاذة، لازم نكرمهم ولازم نراضيهم ولازم نعمل لهم كل حاجه. ايه رايك بقى؟ انا والله لا هفتن عليك لصاحب الارض واقول له شيماء اللي بوظت الغله. شوف الغله، شوف الغله اهي. مش مشكله، صاحب الارض قريبي مش هيقول لي حاجه. لا والله لا، مش هيجي يمسك فيها يعني ويقول مين اللي بوظ الغله. هقول له هي شيماء وعيالها. يعني انا اللي نمت فيها ولا ايه؟ انا اللي اتمرمخت فيها كده. شايفين الغله؟ انا لازم اخليه يمسك فيك، ولازم جوزك وهو معدي انا اقول له يمسك. سيبك من الكلام ده كله، انت اعملي حساب. انت بتهربي. مش هجيب. انت بتهربي. ايوه انا مش هجيب. انت كده دلوقتي بتهربي من المسؤوليه بتاعتك، ما ينفعش. يا بنت الشراب فرده وفرده. اعملي حسابك تروحي كده لجوزك وتقولي له انا عايزه الميزانيه بتاعت رمضان دي غير ميزانيه الاكل والشرب. ايوه ما انا قلت دي ميزانيه العبايه المفتوحه وميزانيه الاسدال. ماشي عشان تكوني فاهمه. وبعدها كده مثلا ب 10 ايام في رمضان ولا 15 يوم تعملي حسابك لميزانيه العيد بقى. لهدوم العيد. لا احنا نبيع الراجل بقى. ده غير الكحك والبسكوت بقى والحاجات دي. امال ايه؟ كده. ايوه صح. هو كده، هو النظام كده. يا بنت هضحك بتقطب عيالك. انا ده اذا كان انا بقول لراجل رمضان داخل احنا هنجيب يا ابو شاذة بقى حاجه رمضان وعايزين نجيب هدوم العيد قبل رمضان. قال لي لا ده انا اطلق لك اوفر الاحسن. لا اروح اقول له هات حاجه رمضان. لا يا حاجه شيماء انت شكلك واكله فراخ النهارده يا بنت. لا والله انت جايبه فراخ واكله. عيب عليكي، ده انا يوم ما اجيب فراخ كده لازم اصيط المنطقه كلها. انت افتريتي. لازم كده اصيط الفرخه كده في المنطقه كلها. اقول لهم انا ما حدش يكلمني عشان انا واكله فراخ النهارده. طيب انت ما اكلتش فراخ بقى بتتعمل علينا ليه؟ عشان اروح اجيبها للعيال. يعني يا مش عايزه نزعل العيال ليه نزعلهم يعني؟ ماشي طب خلاص سلفيني. اسلفك ايه؟ سلفيني قيمه 5 6 10000 جنيه كده. لا ما اعرفكيش ليه وانا اسلفك ليه ان شاء الله؟ مش عندك جوزك؟ عندي جوز. خلاص. لا بس انت اللي معاك فلوس. لا مين اللي قالك ان انا معايا فلوس؟ انا قاعده بحوش طول السنه عشان حاجه رمضان. امال قاعده تقولي لي هاتي مش رمضان وهاتي هدوم لرمضان. هتعملي لي اختراع يا بنت. والله ما انا اللي اخترعته، العيال هم اللي اخترعوه. العيال هم اللي اخترعوه. طب اعمل ايه؟ انجي والعيال هنجيب اسدال رمضان. يعني هتخلي عيالك اقل من العيال زمايلهم؟ من بنات زمايلهم؟ لا 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 ما ينفعش يا ام شاذة، ما تعودناش على كده مع عيالنا.
رايك بقى؟ متعودناش على كده. اتعودوا براحتك، من هنا وجاي لازم تتعودوا. انتوا قولوا رايكم يا جماعه، ايه رايكم في الكلام اللي احنا بنقوله؟ في ميزانيه رمضان غير ميزانيه العيد علشان نجيب الاسدال وعلشان نجيب عبايه رمضان ولا لا؟ بيكتبوا في التعليقات بقى لام شذا وعرفوها وفهموها وقولوا لها يا جماعه. وفي التعليقات يا جماعه لو سمحتوا، واحده تيجي بنت حلال كده تهزق الوليه دي عشان انا زهقت منها، هزقوها عشان انا زهقت منها. جايه تقول لك هات عشان نجيب يابيش رمضان، وهات عشان نجيب هدوم بتاع رمضان واسدال وعبايه ايه تلبسوا البنات يلبسوها وهم خارجين وهدوم العيد. ده البنت دي افترى. شكلك عينه فراخ والله، شكلك انا هطلع اشوف اللي في المطبخ، شكلك جايبه فراخ وطبخها وعينها في الفراخ. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه.